رزية الخميس. طب اسمع الإلزام ده لكل إمام 12 لا يستطيع أن يرد عليه. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب كنا خير أمة؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا كان ما حدث في رزية الخميس أمر منكر فيلزمكم إلزام، إما أن تأتوا برواية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكر هذا المنكر، وإلا يكون الله عز وجل سلب منه نعمة الخيرية فخرج من هذه الآية. السلام عليكم. من سماها بالرزية ومعناها منكر كبير هو ابن عباس، وهو كما يقال حبر الأمة وواحد من كبار الصحابة. الأمر الآخر: من حال ومنع النبي صلى الله عليه وآله من كتابة هذا الكتاب هو عمر بن الخطاب. الأمر الآخر: النبي صلى الله عليه وآله طردهم وقال لهم: قوموا. ليش؟ لا ينبغي كما يقول ابن عباس، وما ينبغي عند نبي تنازع. الأمر الآخر: علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو في جملة الروايات المطيع لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو منه بمنزلة هارون من موسى. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما يكون متواجد في مكان ما ينبغي لعلي أن يفعل شيء أو أن يقول شيء. الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بعد النبي صلى الله عليه وآله قال لهم: قوموا. علي بن أبي طالب شنو يسوي؟ والرواية بينت أن هناك فريقين: فريق كان مع النبي صلى الله عليه وآله وفريق كان مع عمر. البعض أخذ قول رسول الله والبعض أخذ قول عمر، يعني صار قول عمر قبال قول النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يبين حجم الخصام الموجود في هذه الحادثة. فهذا الإلزام إلزام باطل وينم عن جهل صاحبه وعن ابتعاده عن القرآن الكريم. لكن عندنا سؤالين. السؤال الأول: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله يجهل القرآن الذي نزل عليه وعمر أفقه منه فألزم الناس عمر بالقرآن؟ والسؤال الثاني: هل يمكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يكتب كتابا يخالف كتاب الله؟ نتمنى الأخوة يجاوبون على هذه السؤالين. أنا أدري من نظرية عدالة الصحابة ممكن أن تسقط عدالة رسول الله صلى الله عليه وآله قبال إثبات عدالة الصحابة، وهذا واضح وموجود في بعض الكتب. في مال